يا أهلا أحبابنا أصحاب التكاتك. الفيديو ده النهاردة عن واحد بده يجرب نفسه في الميكانيكا، وادي النتيجة. هغرق الشارع دخان وغرق، فما ينفعش الاستهتار يا جماعة بالتوك توك. طبعا احنا هنا بالكشف المبدئي على المكنة لقينا ان الافندي في عتب تشميز، بس هو كان حابب يوفر أجرة الصنايعي، وكانت النتيجة زي ما شفتوها في أول الفيديو. ونتمنى إن هو ربنا يوفقه ويجتهد. يعني احنا كنا قاعدين بنتابع معاه، ادي النتيجة: زيت مستمر ودخان مستمر. ما تحاولش توفر في صنعة الصنايع يا جماعة. بالنسبة للتوك توك بتبقى خبرات مكتسبة، وبتبقى حاجات ومشاكل قابلته، فانت بتجتهد. مفيش مانع انك تجتهد، بس تجتهد على اساس، والاساس انك انت تكون عندك خلفية عن الميكانيكا. في خلفية وبتحل وبتربط، لكن مش شرط يكون عندك إلمام بكل المشاكل اللي موجودة. طبعا المشاكل دي بتصادف الميكانيكي أكتر منك، لأن بيجيله أكتر من آلة وأكتر من توك توك وأكتر من معدة، فبتبقى خلفيته طبيعي لازم تكون أكتر، وبتكون متكونة عنده خلفية. فده طبعا بيجتهد وبيحاول، بس الاجتهاد بتاعه كان نتيجته إن خسر نص عمرة فوق، وتكلف تكلفة عالية. كان ممكن التكلفة دي تساوي أو توازي أجرة الصنايعي اللي هو هيعمل له الشغل، وهيبقى متحمل مسؤولية الشغل. لأن طبعا الصنايعي مش هيسمي عليك. الشميز فيه عتب، هنعمل الشميز عايز تجليخ، هنجلخ الشميز. الفولة الصاج دي طويلة، هنركب الفولة الصاج الصح. دي يعني الحاجات اللي بيراعيها الصنايعي من كتر ما قابلته من مشاكل. فهو طبعا دلوقتي حاير وداير ونتمنى ان ربنا يوفق. هيرجع يتكلف تاني تكاليف عالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعة واشتراك ولايك، ومع شوية موسيقى لحبايبنا. قبل الموسيقى ما تنسوش يا جماعة الاشتراك ولايك ودعمنا في القناة، عشان نقدر نفيدكم بالمعلومة اللي بنبحث عنها وبنحاول نوظفها. لأن إحنا في مجال الميكانيكا بنحاول نبحث حتى عن المشكلة اللي ما صادفناش، إن إحنا نحاول نحلها. ومعاكم رقم التليفون على البايو بتاع القناة. وأتمنى إن اللي يتواصل في مواعيد العمل الرسمية على الورشة الفنية أو توك توك ميكانيكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مش جديد، ريحته مش جديد. الجديد يديك ريحه تانية غير دي محروق. انت ناوي تكهربنا ولا ايه النهارده؟ لا يا عم